تعالي يا اختي. بنتي حبيب استني يما استني يا بيبا زعلانه بتعيط. يلا اطلعي. خلاص بتطلعي حبيبه. خلاص يما خلاص. خلاص يلا. استني صورتي اللقطه دي؟ اه. يلا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم ماما حياة. معلش يا جماعه انا اتاخرت عليكم عشان والله كنت تعبانه وبقالي فتره كده يعني ما طلعتش يعني. كانت بنتي بتسجل الفيديوهات وبطلعها بالصوت ما طلعتش انا. وهو يا جماعه عشان ما تقلقوش البطانيه بتغطى بيها عشان ايه؟ عشان عظمي انا عندي الغضروف وما بقدرش استحمل الهواء حتى بتاع ربنا يعني. عشان بنبقى فاتحين الشباك يعني عشان يجيب لنا تنفس. الحمد لله رب العالمين يا جماعه. الحمم لله كل اللي يجيبه ربنا كله كويس. والنبي قوموا لي القناه كده اتفرجوا عليا واعملوا لي اشتراك ولايك ها. وباذن الله واشتركوا كده باذن الله عشان القناه تكبر ليا وبيكم باذن الله. ومعلش يا جماعه احنا ما عندناش محتوى عشان ربنا لسه ما جبرش على بنتي. ربنا يديها الذريه الصالحه باذن الله. باذنك يا رب باذنك يا رب كده. ونعمل محتوى كده مع العيال كده اكل وشرب ها باذن الله. ربنا يرضيها يا رب ويرضي كله مشتاق باذن الله. في ناس بتعمل محتوى اسمه ده بأطفالها. مش عايزة احكي، مش عايزة يبقى ده محتوى ولا الكلام ده، بس انا عايزة ايه يعني لقمة اكل حلال والكلام ده. مش عايزة يعني محتوى بذيء، انا عايزة محتوى يكون محترم لينا لاجيالنا الغير كده وكده. ليه لما حد يشوفنا معلش يعني من اهالينا برضو ما يستنقضناش والكلام ده. انا عايزة حاجة ايه تبقى كويسة. بص احنا عايزين نطلع بما يرضي الله ناكل لقمه بالحلال. ومش عايزين يعني نبين اصلا يعني جوارح البني ادم ده كل حاجه ربنا هيحاسبه عليها باذن الله. مش عايزين برضو ايه في الاخره برضو نتحاسب. ما في الدنيا بنتحاسب وفي الاخره بنتحاسب. وبرضو البني ادم يكون برضو ها عشان ما يتحاسبش في الاخره ويبقى عليه ذنوب كتير. برضو ايه يا ربنا بيقول له ايه يعني برضو في عورات الواحد يداريها يعني ما يكشفش عورته او يتميل كده او يتميل كده في الكاميرا. يعني احنا عاملين محتوى يعني عشان ناكل لقمه عيش باذن الله بالحلال باذن الله. طب اصلا الواحد هيعمل ايه؟ الدنيا كلها غليت ها والعلاج غالي وكل حاجه غاليه. بنقول الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. بس ربنا يعديها ايه بسلام ويعديها بستر باذن الله ويطلعنا منها ربنا على خير. الدنيا دي اصل دي الدنيا دي دار ايه يعني ابتلاءات. بس البني ادم يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. معلش بقى يا جماعه كترت عليكم يعني الكلام كده. وهسجل لكم ايه الفيديو باذن الله وانزله لكم واطمنوا عليا باذن الله. انا الحمد لله لما قدرت اقوم عملت الفيديو. بقالي كذا يوم كده ما بطلعش عشان كنت تعبانه جامد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وادعوا لاطفال غزه وكل البلاد اللي فيها حرب ربنا يا رب ينصرهم نصرة محمد يا رب باذن الله. باذنك يا رب باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا جماعه. حطينا شويه زيت اهم وكان عندي بواقي صلصه العلبه. انت عارفين المصريين بنشيل الحاجه ما بنرميهاش. كان فاضل معلقتين هنحطهم اهم في الزيت ندوم تشويحه عشان المواد الحافظه عشان فيها ماده حافظه عشان تطلع مع ايه الريحه ايه ما تبقاش ايه طعمها ممرر في الاكل. طبعا انا كنا مسبكين قوطه لوحدها مسبكينها من غير حاجه مضربينها في الخلاط ومسبكينها ولا كان فيها زيت ولا دهون ولا اي حاجه ما فيش ماده دهنيه فيها. بعد كده حطيت فيها زيت. بعد كده هي حطت فيها شويه زيت. هي المهم اهو حطينا اهو وادي شويه سكر اهو سكر دول عشان ايه ما تبقاش ممرره الصلصه. والبصله ضربتها في الخلاط عشان تبقى ناعمه عشان ما تبانش. وهتقلبها شويه اهي بنقلبها شويه اهي
ولما تتسبك هنضيف عليها باذن الله الصلصه التانية، القطه المتسبكه. ودي يا جماعه هم شويه البواقي دي خساره، ودي البواقي ده حركه المصريين، ما بنسيبش حاجه لا ما بنخلص عليها خالص. واهي ودي الصلصه اهي. وفعلوا لي واعملوا لي جرس ولايك. كل ده كان اسمه ده ودوت البصل. البصله اهي. ادي الصلصه اللي امي كانت بتتكلم وده عليها. هي الصلصه اللي انا قلت لكم عليها اهي، بنفضي عليها البصله اللي متسبكه بالصلصه التانية دي. معلش هي اتحمحشت مني شويه بس عشان يا جماعه شعله بقى الحمد لله، اتحروقت شويه بس والله طالع زي العسل. والله كنت عايزاكم تتعشوا معانا او تتغدوا معانا لما تشوفوا الفيديو ده. ربنا يجمعنا باذن الله على خير صحبه باذن الله عند الرسول يا رب باذن الله. وهي كلهم اتسبكوا على بعض اهم، وهتحط باذن الله اهو بتفضي شويه اهو كده، وهتخليهم على جنب باذن الله. وهتغسل اهي غسلت الرز وفيه شويه نعناع عشان ما تقولوش ايه دوت، وهتقلبهم في بعضهم اهم، وهتحط لهم بتاع دوت شويه الملح على شويه باذن الله الكمون، ملح وكمون وبابريكا وفلفل ابيض وفلفل ابيض اهو. الحمد لله رب العالمين واكله والحمد لله. دي كانت في العيد يا جماعه، ما قدرتش اصورها لكم ولا نزل الفيديو. نزلت مقطع منها؟ لا ما كنتش منزله الصراحه وما نزلش مقطع منه صغير يعني، عشان انا كنت تعبانه وهي والله هي برضو كانت تعبانه واخده الدور يعني. الحمد لله الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كله كويس. اهي بتقلبها اهي شويه اهي عشان تنشف شويه بالرز. حطوا لايك واهو وبتقول لكم حطوا لايك. واهو انا بوريكم انا ايه الخضار التقوير البتنجان اهو، ولا يتقور قوي ولا يتعمل يعني ايه ما بقاش فيه عشان تبقى فيها لحمه عشان تبقى حلوه. في ناس بتقوره جامد ده ما بيبقاش حلو. هتاكل ايه؟ الاسم بتنجان وخلاص يا جماعه، سايبين فيه حاجه بسيطه. احنا كنا جايبين كيلو الصراحه من كل حاجه وكنت جايبه في كيلو فلفل رومي وربع فلفل من الحراق ده، بس طلع بارد عشان طبعا انا ما باكلش حاجه حراقه عشان عندي القلب. دلوقتي احنا بنكحت ايه بالمقوار الناحيه المشرشبه عشان يبقى يبان ايه شكلها حلو الكوسه. والكوسايه الكبيره بقسمها نصين بس الحمد لله يا رب العالمين. والله وطلع الاكل زي العسل بسم الله ما شاء الله. والفراخ طبعا انتوا عارفين التتبيله 7 بهارات وفلفل وملح وبابريكا وقطايه وبصلايه، وبتتضرب في الخلاط وبنتبلها وبنحطها على البوتاجاز. وادي الخضره اهي مخرطاها وقلبناها يا جماعه وبحشي اهو. بس تقوير البتاع ده الكوسه بعد ما بنضفها وكحتها بتغسلها عشان ما يبقاش فيها فضلات ولا اي حاجه من القشر المكحت، وبتغسلها وبعدين بقورها واحط التقوير بتاعها. قلب الكوسه ده حلو القلب، وبحطه ايه في قعر الحله. يا لهوي ماشي بيبقى طعمه زي العسل. والله افتكرت طعمه زي بس السكر. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه. بصوا دلوقتي انا اول مره احط البطاطس والبصل، بس انصحكم ما تعملوش اول مره واخر مره. احنا بنعمل لما بيكون في كرنب بنحط ايه ورقه في القعر الحله. طبعا بنت قالت لي نجرب وقلت لها تعالى نجرب، بس طلعت التجربه مش حلوه الصراحه. الحمد لله. بس احنا بنحط ساعات كنا بنحط بعد ما بننضف الفلفل بواقي الفلفل اللي من فوق دوت بنحطها. احنا بقى كنا حاطينها للبتاع. طبعا حشينا بقى خلاص. حطيت دقه التومه اهي عشان هنعمل ايه؟ هنعمل شويه ملوخيه. الملوخيه طبعا الملوخيه اهي هتحطي شويه زيت اهو الحمد لله. عايزه اقول لكم المحشي ده كان محتاج حاجه واحده بس، اللي يعرف يقول اللي يعرف يقول. خمنوا وابعتولي وقولوا لي ايه وانا اقول لكم لو انتم ما عرفتوش. كان ناقصه حاجه المحشي ده بس والله زي السكر. عايزه اقول لكم بقى ادعوا لاهل غزه والاهل فلسطين
وسوريا ولبنان والسودان، كل يا رب كل الدول البلاد يا العربية. رب اللي فيها مشاكل دي ربنا ييسر لهم الحال يا رب بإذنك يا رب، بإذنك يا رب. من يوم وليلة يتغير القدر بتاعهم للأحسن ويهدوا لهم الحال. طبعا ربنا أنا يعدل لنا حالنا يا واحنا رب. يا رب بإذن الله ربنا يوفقنا بإذن الله. وهو دلوقتي حطت شوية كزبرة ناشفة. طبعا يا جماعة اللي مش عايز يحط كزبرة ناشفة الواحد مش بيغصبه. عايزة حطي، مش عايزة. طبعا أنا بعمل الملوخية بمرقة دجاج عشان بتبقى خفيفة على قلبي. طبعا احنا حاطين لها حتة ليا صغيرة، بيقولك الليا أحسن من السمنة الهولندي. والملوخية ديت ما تستغربوش على لونها، عشان أنا كنت جايبة كيلو قسمناه نصين. عملنا في مرة حلة ملوخية، وادي المرة ده اهي كانت في التلاجة سندها تحت التلاجة تحت الفريزر، مش في حاجة بتاع بتبقى حافظة الجبن اهي ديت بنحط فيها الحاجة اللي زي كده اهي. ادي الملوخية اهي بتعملها والله العظيم، والاكل زي العسل. كانوا عايزينكم والله، كنت بنتي تتفرج، اختي، اخويا، جيراننا، حط لنا لايك واشتراك عشان ايه التفاعل قل بتاع القناه. انا عايزاها تكبر باذن الله ربنا يا رب. ايه باذن الله عايزين لقمه بالحلال باذن الله والنبي وايه باذن الله. وحطينا اهو شويه ملح عشان لقيناها ايه عدمه، كانت عايزه تتظبط ملحها. يلا اهو وادي الاكل اهو. بواقي الرز بقى حطيناها ايه في كراسه نظيفه ما فيهاش كتابه، يعني ورقه نظيفه ونبقى حاطينها كده عشان الرز ما يترميش خساره. وده اهو الحشي اهو هتستوي باذن الله كده وهنكب وهنوريكم الاكل. انتوا يبان هنا الميه كتيره، لكن هي الميه مش كتيره سبحان الله. لا هي لسه هتهز الحله هي، بس ما هزتهاش قدامكم الحله، هتهزها من ورا الكاميرا وهتشرب الميه ويستوي وهنكب ونوريكم ايه باذن الله المحشي. هنا ما كانش لسه استوى ولا كان الفلفل لسه شويه كده الحمد لله. والله دوت كان اول يوم العيد ولا تاني يوم؟ لا كان رابع يوم. كان رابع يوم العيد دوت الاكله دي. وهو ودوت اهو الاكله اهي